في شغلي اتعلمت حاجة واحدة، إن السؤال الصح ممكن يفتح باب وممكن يهدم بيت. بس اللي متعلمتوش غير الليلة دي إن في أسئلة لما بتطلع من غير استعداد ما بترجعش زي ما كانت. الحلقة دي ما كانتش مجرد حوار، دي كانت مواجهة، وأنا دخلتها وفاكرة نفسي مذيعة جامدة، وطلعت منها بنت لسه عندها أسئلة قديمة. أنا اسمي ريم الهواري، مذيعة برامج اجتماعية من 9 سنين. وشي معروف وصوتي هادي ونبرتي دايما محسوبة. الناس بتفتكر إن إحنا بنسمع وبنقفل وبنسأل وبنمشي، ما يعرفوش إن كل حلقة بتسيب حتة جوانا اللي بيسأل. أنا اتعودت أسيطر، أمسك الورق وأرتب الأسئلة وأقفل الحلقة في التوقيت الصح. الحلقة دي من أول دقيقة حسيت إن في حاجة غلط أو أنا مش مسيطرة. قبل الهوا الاستوديو كان هادي، إضاءة خفيفة، كرسيين قصاد بعض وبيننا طاولة صغيرة شايلة مية ومناديل، والضيفة دخلت بهدوء زيادة عن اللزوم. ست في آخر الأربعينيات، لبسها كان بسيط وإيديها متشبكة في حجرها وبصة في الأرض كأنها مش عاوزة تشوف حد. المخرج قال لي في السماعة: دي حلقة تقيلة خلي بالك. هزيت راسي وأنا فاكرة نفسي فاهمة. ابتسمت لها ابتسامة مهنية وقلت لها: مستعدة؟ رفعت عينيها بصعوبة وهزت راسها، بس عينيها قالت حاجة تانية. وهنا بقى النور ولع والكاميرات اشتغلت والشخصية بتاعتي ظهرت. أهلا بيكم. الكلام محفوظ والصوت ثابت والتحكم كامل لحد أول سؤال: تحبي حضرتك تعرفينا بنفسك؟ سكتت ثانيتين كأنهم طولهم ظهر، وبعدين قالت لي بصوت واطي: أنا بس مش متأكدة إن عملت ده صح. الكلمة كسرت الإيقاع. عدلت قعدتي وبصيت في الورقة عشان أستعيد السيطرة بتاعتي. تقصدي إيه؟ رفعت راسها شوية وقالت: قصدي إن في فرق بين أم بتخاف وأم بتحب، وأنا خفت زيادة. الجملة دي ما كانتش في السيناريو. الخوف ده إجا منين؟ اتنفست بعمق وقالت لي من كل صوت: قال لي شدي، القسوة تربية والبنت لازم تتكسر بدري. والاستوديو هنا هدى أكتر، وأنا حسيت إن الحلقة هتاخد اتجاه مرجعش منه. وانتي صدقتي؟ ابتسمت ابتسامة صغيرة وموجوعة. صدقت عشان أنا كنت خايفة أغلط. الكلمة الأخيرة دي رزتني من جوه. امتى بقيتي بتحسي إن في حاجة مش مظبوطة؟ بصت في الأرض وقالت لي: لما بنتي بطلت تحكي. بس وقعها عليا كان تقيل. كان عندها كام سنة؟ حوالي 13، لسه صغيرة بس قررت تكبر لوحدها. سكت لحظة. المخرج قال لي في السماعة: كملي. بس أنا كنت حاسة إن احنا دخلنا في منطقة خطرة. وأنا بسمعها ما كنتش شايفة الضيفة، كنت شايفة صورة قديمة، بيوت كتير، بنات ساكتة وأمهات فاكرة نفسها صح. وفجأة سألت نفسي: هو أنا ليه متأثرة كده؟ لما بطلت تحكي قلت لها: عملتي إيه؟ ضحكت ضحكة صغيرة وقالت لي: بكرة تعقل. الكلمة دي سمعتها قبل كده، مش منها، من أمي. حاولت أسيطر على نبرتي وقلت لها: هو بكرة إجا؟ هزت راسها بنفي وقالت لي: اللي سكت بدري ما يرجعش يتكلم بسهولة. تحب أكون صريحة؟ شايفة نفسك كنتي قاسية؟ بصيت لي لأول مرة نظرة ثابتة وقالت لي: أيوة، بس ساعتها والله كنت فاكرة نفسي أم شاطرة. الكلمة وجعتني. أم شاطرة؟ مين اللي حدد المعايير؟ ومين اللي دفع التمن؟ وأنا قاعدة قدامها حسيت إن إحنا ما دخلناش في القلب. لسه في أسئلة ما اتسألتش واعترافات مستخبية. والأخطر إني بدأت أحس إن الليلة دي مش هتخلص غير لما السؤال يتحول من حوار لحكم. وهنا بقى، واستنوني في الجزء التاني، وأتمنى القصة تعجبكم.